السلام عليكم اخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يوصلكم هذا الفيديو وانتم في احسن الاحوال. اليوم جيت نقدم لكم هذه الحلوه ديال الزمان، ساهله وبسيطه. شي كيقول لها عين البقره، شي كيقول لها، المهم كل واحد وكي كيسميها. كتجي رائعه يا البنات، وكتجي هشيشه وكتخرج واحد الكميه كثيره واقتصاديه. وهاد الحلويات كاع ديال الزمان كيكونوا سبحان الله كيكونوا لذاذ. نمشيو دابا البنات للمقادير والطريقه ديال التحضير. وقبل البنات ديروا لي لايك وشجعوا القناه بالتعليق ديالكم الزوينه. نمشيو دابا البنات للمقادير. غادي ناخذ اولا اخواتاتي واحد القصريه، غادي نوضع فيها واحد الساشي ديال الفاني. ديروا فاني ولا زوج صافي. وغادي نستعمل 250 غرام ديال الزبده. يمكن لكم البنات تستعملوا الزبده ديال البواطه، انا استعملت غير المارغرين. يمكن لكم تستعملوا ديال البواطه حتى هي كتجي زوينه. انا قطعتها هنايا هكا طريفات باش تجيني سهله، لانني انا جبتها من الثلاجه عذباتني. خليوها البنات غير من درجه حراره المطبخ باش تجيكم سهله. وغادي نحتاج جوج كيسان ديال السكر سنيده. الكيسان البنات معبورين بالكاس ديال العنبه. نديروا جوج كيسان ديال سنيده وجوج كيسان ديال الزيت. هادشي اللي فيه هاد الحلوه، علاش قلت لكم اقتصاديه وكتخرج كميه كبيره. ودرت هنايا شويه ديال الملحه، المهم ديك القبيصه ديال الملحه ضروريه نديروها في الحلويات ديالنا. صافي غنحاول نخدم هاد الزبده كما قلت لكم البنات. انا هنايا عذباتني، راه يعني جبتها من الثلاجه. نورمالمون البنات خليوها غير برا تجي ساهله في الخدمه. المهم خدمتها هنا شويه مع داك السكر سنيده، وضفت هنايا دوك جوج كيسان ديال الزيت. وغادي عاود نحاول اللي عندها شي كتافت صافي. وغادي نزيد هنايا، عندي هنايا 4 ديال البيضات البنات. غادي ندير 3 ديال البيضات كاملين، والرابعه غادي نحيد ندير الصفر ديالها، والابيض غادي نخليه هو اللي غادي نزين به. فهمتوني ياكم؟ صافي. وغادي نخدم مزيان. المهم البنات اما ديروا هكا في القصريه ولا ديروا داك الهاشوار حتى هو كيطحن الصراحه زوين. ديروا هاد العراصير كاملين الزيت وسنيده والبيض، ديروهم في الهاشوار وخدموهم مزيان، عاد قلبوهم في القصريه باش ديروا الطحين. انايا من الاول درت في القصريه صافي كملت. صافي غنحاول نخدمهم مزيان، ما خصش تبقى ديك الزبده معبزه، يعني خص كلشي ينسجم تولي عندنا بحال كريمه. هانتوما هنايا بحال هكا، يعني كتولي بحال كريمه. صافي هنايا البنات ضفت شويه ديال القشور ديال الليمون، كان عندي في الفريغو محكوك، ضفت واحد المعلقه. ديروا القشور الحامض، المهم اللي كان متوفر عندكم. انا درت غير القشور ديال الليمون، يعني حكاتو دايراتو في الفريغو. صافي هنايا عندي كيلو ديال الطحين راه معبور البنات، عبراتو مغربلاتو. وعندي جوج ساشيات ديال الخميره كيماويه من وزن 7 غرام، يعني عندي 14 غرام ديال الخميره كيماويه. صافي. وغادي نحاول ندخل داك الطحين مزيان حتى نحصلوا على واحد العجينه اللي كتكون رطبه. راكم عارفين العجينه ديال الحلوه ديال الجوازاتين كيكونوا شويه رطب. يعني هذه كما قلت لكم اقتصاديه، راه ما فيهاش شي اضافات ولا شي تعقيدات، وسبحان الله كتجي لذيذه بزاف. راكم عارفين ديك الحلويات كاملين، دوك الحلويات القدام اللي كانوا كيديروا جدودنا والاخر كيجيو زوينين، كيجيو بنان. صافي هنا راني درت داك الكيلو كامل البنات ديال الطحين. هانتوما راه ما بغيتش نقطع الفيديو، درت داك الكيلو كامل. غنشوف جاتني العجينه هذيك هي مزيان، ما جاتش غادي نضيف واحد شويه. هنا راني دخلت داك الكيلو ديال الطحين كامل، وباقا جاياني العجينه شويه بحال مرخوفه. زدت هنايا عبرت نص كاس، يعني بحال درت كيلو ديال الطحين وربع كاس. صافي جاتني هذيك هي. وكيبقى عاود على حسب الطحين واش كيشرب ولا ما كاين. الطحين اللي كيكون في الساع كيشرب السوائل. صافي هنا حصلت كما قلت لكم على هاد العجينه، هي كتجي رطبه. راني درت غير ربع كاس، يعني بحال قول كيلو وشي حاجه. هنا البنات درتها كورت ديك العجينه كامله، درتها كوريات. انا ما عبرت ما والو، غير درتهم كوريات صغيره متساويه. هنا البنات يمكن لكم ديروا الكاوكاو الاحمر. الكاوكاو الاحمر كتجيبوه بقشور وتنقيوه وكتهرمشوه. انايا ما درتش الكاوكاو الاحمر، درت الكاوكاو كونكاس. جبت الكاوكاو الابيض فسختو، جبتو اصلا مفسخ، غليتو بحال داكشي اللي كندير الصابلي، وطحنتو ودرتو في الفران تحمر. يعني درتو مهرمش ودرتو كونكاسي. بغيتو ديروا البنات الكاوكاو الاحمر راه ديروه. صافي كنمرخهم في داك البيض وكنمرغو في الكاوكاو. كنحاول ندخل فيه داك الكاوكاو باش ما يطيرليش من يطيب، باش يبقى لاصق. صافي وكنديروا ثقب في الوسط حتى كنسالي هاد العمليه كامله. وكندير ثقب هكا بصبعي، كنحاول نوسعها، ولا ديروا بهذه ديال الجراره، المهم اللي كان.
انا درت بالجراره بقات كتفرق عليا من الجناب، صافي بقيت كملت غير بصبعي. نديرو هكا ثقوب صافي، وراني دايره الفران يسخن. ها نتوما يعني انا عمرت اللاطه الاولى والثانيه، راه خرجت لي شي 3 ديال اللاطات. انا درت سخنت الفران وشعلت له العافيه ما ناقصه، المهم العافيه شويه متوسطه، وخليتهم يطيبوا. هنا غادي نمشي للمربى. درت قرعه ديال الكونفيتير صغيره، وغادي نضيف معاها كاس ديال السكر سنيده، وغادي نديرهم فوق البوطه يغليو على عافيه مهيله باش يعقد لينا داك الخليط. الا كنتو غادي ديروا الكونفيتير يطيب مع الحلوه كاع ما تحتاجوا هاد العمليه، مجرد ما ديروا دوك التقيبات في الحلوه غادي تعمروا دوك التقيبات وتدخلوهم يطيبوا معاه، فهمت؟ انا ما غاديش يجيني الشكل هكاك، ما كتعجبنيش هكاك. صافي قلت حتى نخرجها عاد نعمرها صافي، وغادي نديرو يعقد باش ما يسيح لي ما والو، باش يجينا داك المربى عاقد. فاش كنديروه في ديك التقيبه كيبقى لاصق ما يسيح ما حتى حاجه. صافي نخليه فوق البوطه تيعقد، وبلا ما طابت الحلوه عاد نعمرها. الحلوه ديالنا هي البنات فاش كطابت وتحمرت كتجي مقرمشه، جات مقرمشه وهشيشه في الاخر ديالها، في العضه ديالها. صافي داك الكونفيتير من بعد ما كيما قلت لكم خليته غلا مزيان، درتو هنايا فواحد البلاستيكه ودرت واحد الثقب صافي، وكنبقى نعمر دوك التقيبات. يعني راه جاتني سخونه. صافي غنعمر دوك التقيبات كاملين حتى كنسالي الحلوه ديالي. هكا فاش كنغليوها البنات كنضمنوا انه ما غيسيح ما حتى حاجه، غادي يلصق على ديك الحلوه ما يسيح ما حتى حاجه. بغيتو عاود تعمروا من الاول، راه من الاول كما قلت لكم فاش ديروا التقيبات غديروا الكونفيتير عادي وتدخلوه يطيب معاه. صافي البنات هذه هي الكميه اللي حصلنا عليها. هنا راه خرجت لي المهم حتى راني مصوره في اللقطه التاليه شحال خرجت لي. هذه هي راه المهم كتخرج اكثر من 2 كيلو، ويعني خرجت كميه يعني تبارك الله لا باس بها، يعني سهله وبسيطه. هنايا صافي بديت كنستفها هنا في هاد العلبه، لان هنا كانت بغاتها واحد السيده. صافي هنا غادي نستفها وبالصحه والراحه، ونتمنى تشجعونا البنات باللايكات ديالكم. راه كنغبر عليكم وكنولي كنرجع، كنغبر وكنولي كنرجع. صافي هنا غادي نستف ديك الحلوه ديالي كامله. كما قلت لكم البنات راه كتخرج شي 2 كيلو، ممكن اكثر من 2 كيلو كتخرج هاد الحلوه. اقتصاديه ما فيهاش شي مقادير اللي معقده ولا. صافي البنات نتمنى يعجبكم الفيديو وينال الاستحسان ديالكم، والى فيديو قادم ان شاء الله.